خد تيتيج أميمة حاملة وتتوحم هادشي اللي داير ضجة كبيرة. قالك علاش مزروبة وعلاش معاندة مع اختها تيتيج. اش قالك اش هاد شوها الناس ردوها شوها ما نساو راس مرا بحال هي مزوجة وعندها الراجل ودايره عس. ما ان صحاب اللايفات راه بحال ردوها شي حاجه اللي ما كايناش والسيده شروها ومالا مزروبه وعلاش باغا الولاد شي تيقولك وتسنى حتى تمشي ليه شي تيقولك راه ما كاين لا اوروبا لا والو. الصراحه كلشي غنتكلموا في الفيديو ونقول لكم شنو كاين، واش بصح حامله ولا مجرد اشاعه وكذوب ولا بغات بصح تعاند مع تيتيج. نقدم التحيه ونرجع. السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. كما تتعرفوا انا ايضا روينه، ما ان اخت تيتيج اميمه اللي تتعرفوها مؤخرا دارت العرس على حقه طريقه، فرحت معها اختها تيتيج. الزوج ديالها تيمشي ويجي، ولكن بزاف التساؤلات تيسولوهم. شي تيقول لك الوراق فينا هما، واش دفعت الوراق، ولا شي تيقول لك الزواج للمصلحه، والاكثر كملت وجملتها قالت لهم انا دابا حامله وتنتوحم. ناضوا الناس وبعد الوحده الله يهديهم قال لك اش هاد الترابي واش هاد اللحيه وما بقى حتى واحد يحشم السيده راه ما قالت حتى حاجه عيب. دابا نتوما شفتوا عي خدتي قالت انا حامله. شنو فيها السيده؟ والسيده مزوجه على سنة الله ورسوله، عندها راجلها، عندها عجوز ولكن الناس قال لك علاش هي مزروبة على الدراري وهي مازال ما صاوبت الوراق. واش أميمة غادشي لأوروبا ولا كاينه شي حاجه مور زواجها؟ حيت بزاف د الناس قال لك اخوتي الزواج المصلحه والزواج الوراق وما كاين عرس وما كاين حتى حاجه، داكشي كله كذوب، والزوج ديالها تيتهرب منهم وما تيبغيش يبان معاها. وهذاك مؤخرا شفنا الراجل ديالها ولا يبان معاها ولا لا ولا نسيتو. ما ان شي حاجه اللي مأكده في هذا الخبر ما كايناش، ولكن الناس هجموها واحد الهجوم كبير كبير في التعاليق. قالوا لها ما انك انت لاش نايضه ولدي وانت مازال ما ضمنتي مستقبلك ومازال ما مشيتي. هي بواحد الناحيه عندكم الحق، ما ان هي مازال ما صوبت الوراق ومازال صغيره، حيت بزاف الناس قال لك خليها باقا صغيره ويلا تزوجت وما تزربش على الوليدات وتا تمشي تصاوب الوراق وداكشي، ودابا الا حامله غيصعبوا معاها وداكشي. هادشي اخوتي مازال ما كاين منه والو. ومؤخرا بزاف الناس هاجموها قالوا لها نتوما تتكذبوا، شحال من مره نتوما تتقولوا اميمه غاده اميمه جمعت البارزه اميمه الوراق خرجوا ليها. وقال لك السيدي هي يلاه دفعت الوراق، يلاه الزوج ديالها دفع عليها الوراق والوراق ما تيجيوش ويخرجوا. كاين اللي ياخذوا منه 5 سنين، كاين اللي تاخذوا منه 6 سنين. وقال لك السيدي هي تبقى بلا وليدات، وكاين اللي تيقول لك يقدوا يقبلوا يقدوا ما يقبلوش يقدوا هذه. قال لك كاين واحد شويه الصعوبات في اي حاجه، كاين صعوبات. ولكن هذا الهجوم كامل علاش؟ واش دار شي حاجه غلط؟ واش السيده شاركت فيديو مع هذاك الفيديو كامل ما فيه لا حمل ولا حتى حاجه، مجرد هضره. اميمه واش بصح حامله وحتى هي باغا تجرب الامومه ولا كاينه شي حاجه مور هذا الشيء؟ بزاف الناس قالوا لها لا هي ناضت تعاند مع اختها تيتيج وشافت اختها تيتيج حامله، ولكن ياسين ماشي هو الزوج اميمه. بزاف الناس قالوا للزوج اميمه ماشي هو ياسين، ياسين تيتعامل مع تيتيج ما يخليها مخصوصه حتى شي حاجه وديما واقف معاها. قال لك العكس درجه الاميمه ما تيبانش تيبغي تيتيج. راه كاين واحد الكومونتير كان خلاتو لي واحد السيده اللي عندها الحق، قالت لك ماشي الحسن ماشي هو ياسين. كاين الانسان اللي تيعبر الزوجه ديالو ماشي ضروري يعبر لها بالفيديو ولا قدام الناس ويبدا يعبر في الزوجه ديالو ويقول لها تنبغيك ولا. قال لك كاين بعض الازواج اللي تيحشموا وكاين اللي تيحترم المتتبع. ياسين تيعبر تيتيش، كل واحد حر في رايه، كل واحد كيفاش يعبر، كل واحد تيمشي بالطريقه اللي هو بغاها. ما ان الزوج ديال اميمه ماشي هو ياسين، كل السيد يلا تزوج بها ويلا بدا يتعرف على العائله، يلا بدا يرخر. بالعكس شحال هادي ما كانش يجمعوا داكشي. كانت مؤخرا باش كان العرس ديال الاخت ديالو بزاف الناس لقاو واحد الهجوم كبير اللي قالوا له انت برا والفلوس وانتم غاديين تجلسوا عند الناس وعلاش ما كراش هذيك وعلاش ما مشاش للدار ديالهم هو، علاش هو ومرته انه هو العرس ديال اختو وغادي معروض بحالو بحال الناس. ما ان بزاف الناس ردوا فيها بزاف الحوايج. شي تيقول لك لا ما تفهمش مع عائلته، شي تيقول لك ما باغينش اميمه وتزوج بها اميمه ما باغينش، وشي تيقول لك باه ما باغيهاش وهادشي بزاف ديال القال والقال. ولكن العكس ديال الام ديالو اللي نفات هادشي كالم ما خلات نفات. قالت لهم انا اميمه ما جبتهاش باش تغسل لي القشوع ولا باش تخدم
الشغل وداكشي. هي حتى هي راه باقا عروسه، قالت لهم وانا شديت له لوطين، حيت بزاف الناس ديك القضيه شديت لهم لوطين ما عجبتهمش، قال لك كيفاش هو عندهم الدار ولا عرس اختو وغتشد لوطين، علاش ما عندهمش فين يجلسوا هذيك. كل واحد شوف، كل واحد والطريقه ديالو، كل واحد فين يرتاح. راه سبحان الله كل واحد مختلف. راه بزاف الناس يقارنوا بين الحسن وياسين، راه الاختلاف بين حفصه وتيتيج، الاختلاف بين اميمه وتيتيج والاخت ديالها فدوى، راه كاين اختلاف، راه كل فدوى مختلفه عليه، ما فيهاش الهضره، ما فيهاش بزاف. تيتيج العكس ديال اميمه، وهذه كل واحد والاختلاف. ولكن اميمه مؤخرا بزاف الناس تيهجموا، تيقولوا لها واش انت غتبقى جالسه مع عائلتك، واش غتولدي امك تربيهم لك، واش هو غيبدا يصرف عليك ولا يجي من شهر لشهر وانت واش ما غتمشيش، ونوضي كدير الوراق لراسك، واش الزواج مصلحه. حيت ما خلف الصراحه عن هذا الخبر ديال الحمل ديالها، صراحه دار واحد الضجه كبيره كبيره، وما كايناش شي حاجه اللي اكيده باش نكونوا واقعيين. ولكن بعض الناس وبعض القنوات وبعض الناس صحاب لايفات ناضوا تيهضروا شي حاجه اللي تيقول لك حشومه وعيب، ما ان شافوا عي خط تيتيج، ما شافوش الناس اللي ولدوا، ما شافوش الناس اللي يصوروا هنا وهنا، شافوا عي خط تيتيج، عنت على الخبر ديالها، قالوا لا ما لقيتي ما ديري صافي، ما بقاش عندكم المشاهده، والمشاهده نقصت. هذا هو السبب اللي بغيتو ترجعوا المشاهده، حيت هما بعد المره تيغبروا على القناه والمشاهده تطيح لهم، وهذاك هو السبب اللي خططوا وقال لك هاري خصنا نديروا شي حاجه اللي تطلع المشاهده. خلينا نقولوا اميمه حامله وهي اميمه ما حملش، وبعد التعاليق تيقولوا لا علاش زربتي وانت مازال صغيره، والسيده مازال تقرا ومازال صغيره. الصراحه هي الاميمه مازال صغيره ومازال ما شاء الله عليها المستقبل قدامها. وشوفوا ونشوف كاين واحد الحاجه اللي ما يمكنش الانسان داكشي بينه وبين الزوج ديال هاد ولاد ما دولش، حنا ما يمكنش تدخل في الحياه الواحد، ما يمكنش. بعد الناس اللي تيعطيو ما يمكنش، راه حنا تنقولوا باقا صغيره وهذيك، ولكن هي والزوج ديالها هذاك الحياه ديالهم والعائله ديالها كاين كل واحد تعيش بالطريقه اللي خصو. ولكن بعد الناس يخرجوا تيضرب تيقول لك لا قله الحياه، والناس ما بقاوش يحشموا، وكيفاش هي يلا تزوجات وحامله شي ودابا شوف الناس غيمشي دماغهم بعيد بعيد، شي تيقول لك راه كانت حامله بشحال هادي وعي خلت الخبر على النت، ودابا كل واحد غيقول. وما انكم عارفين صحاب الله فات، مع ان عندهم المصداقيه كبار وتيحلفوا على شي حوايج اللي مازال ما وقعوش، تيحلفوا على شي حاجه اللي ما كايناش كاع وما تيكونوها. سبحان الله. ولينا في واحد القصه اللي عجيبه، ما ان اميمه اول وحده غتولد ولا اي وحده غتوحم ولا اول وحده شي تيقول لك تعاند مع اختها، اش غتعاند مع اختها؟ ولاش حتى في الحملات تيتعندوا الناس، وحتى في السبع ولاو تيتعندوا، حتى في الحنات 7 شهور ولاو يتعندوا، حتى في الحفل الجنين ولاو يتعندوا. وراه شحال هادي ما كانش هادشي كامل، هادشي اللي تتقولوا عليه ما كاش، ما كان لا حنه 7 شهور ولا حفل الجنين ولا المرض عرف شنو عندها تتولد تعرف راسها واش والده وليد ولا بنيته. كل الصراحه مشات ديك الحلاوه مع ايام زمان، شحال هذيك داكشي كان بالحلاوه، انسان كانت تبقى داك الحلاوه. دابا الجنين تتعرفوا يلا عنده شهر ولا هذيك تتعرف راسك واش عندك بنيته ولا وليد. الصراحه ما بقاش ديك الحلاوه هذيك، والله العظيم ديك ترجعوا لايام زمان كانت الحلاوه خوتي، وكانت واحد الحياه زوينه بزاف. ودابا كلشي ولا باسل، مع انه واخا الحفل كي داير ولكن ما بقاش ديك الفرحه وديك. ودابا السبوع بنادم تيوجد ليه قبل ما يولد، وشحال هادي داكشي تبرزقوا، وسبحان الله السيده حامله وما عندها والو وتدولد وفرحانه. ونتمنى يعجبكم الفيديو. الى اللقاء.